ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناه نيمو دايز. اول حاجه نصلوا على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. كنت قاعده انا ومامتي وما عندناش غير كوبايه سميد واحده. مامتي قالت لي انا نفسي في حاجه حلوه يا بنتي. قلت لها عيوني يا ست الكل، اعمل لك احلى حاجه حلوه. قالت لي ما تتصلي بصاحبتك الهنديه. قلت لها انت عندك حق في دي. اتصلت بصاحبتي، قالت لي ايه؟ قلت لها ايه يا بت عامله ايه؟ انا نفسي في حاجه حلوه. قالت لي احلى حاجه حلوه هي الراسبوره. قلت لها انا ما عنديش غير كوبايه سميد واحده. قالت لي هو ده عز الطلب يا بت، كوبايه سميد واحده وكوبايه لبن ويلا بينا ندوقوا احلى راسبوره ممكن تعمليها. قلت لها هنديه هنديه متاكده؟ قالت لي ما اقولكيش، هنديه هنديه. قلت لها طب يلا وريني، وريلي يلا افتكاساتك الحلوه. وعملت احلى راسبوره ممكن تتخيلوها. الطعم حكايه، واحده منها والله ما كفايه، تدوب في البق دوب. يلا بينا نشوف طريقتنا الحلوه، بس ما تنسونيش بقى في اللايك ها. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده كوبايه سميد واحده. هتقولوا لي كوبايه واحده؟ والله كوبايه سميد واحده وهتعمل لكم احلى راسبوره. مش مكلفه وبتتعامل معاكي بسرعه جدا ومفيش وقت، يعني بتاخدش وقت كتير. هي بكتير 10 دقايق ربع ساعه تكوني عاملاها. طب جايلك ضيوف؟ ينفع طبعا تعمليها جري. طب حماتك جايه على فجاه، طبعا تقومي تعملها لها. هو في اغلى من الحما؟ يلا بينا. زي ما انتم شايفين معانا كوبايه لبن، كوبايه الا كمان. شوفوا التوفير، والله ما في توفير احسن من كده. صاحبتي قالت لي هاتي الطاسه وحطي فيها حته سمنه وافضلي سيحي السمنه كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. سهله صح؟ وبعد كده هحط فيها كوبايه السميد بتاعتي واقعد اقلب اقلب اقلب. بعد ما قلبت كويس لحد ما اتشربت في السمنه، ابتديت انزل تدريجي اللبن. انزل حبه حبه واقلب، انزل حبه حبه واقلب. فضلت اقلب لحد ما اتكونت عجينه زي العجينه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هبتدي احط عليها معلقتين لبن بودره وابتدي برضو اعجن بايديا. بعد ما حطيت اللبن البودره هبتدي امسك كده حته عجينه صغيره وابتدي اعملها كوره. لو حسيت ان هي متشققه او فيها تشققات اروح حاطه مزوده عليها حبه لبن، معلقه لبن صغيره، لحد ما اعمل الكور ما يبقاش فيها ولا تشقق واحد. صاحبتي قالت لي كده لازم اسمع كلامها لحسن الحاجه تطلع غلط. وزي ما انتم شايفين كده عملت الكور بتاعتي وسبتها كده حوالي 10 دقايق على جنب، وقلت اروح بسرعه اعمل الشربات. الشربات لازم يكون خفيف زي شربات البسبوسه بالظبط. جريت بسرعه، حطيت كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه وليمونه. قالت لي اوعي تنسي الليمونه. قلت لها لا ابدا ما انساش الحاجات دي، ده انا شاطره ولهلوبه ما شاء الله عليا. طبعا قالت لي لازم تحطي حبتين حبهان. قلت لها عينيا مش هنساهم ابدا. طبعا قعدت اقلب لحد ما السكر داب خالص، سبته يغلي غلوتين بالظبط ورحت طافيه عليه. خلاص كده خلاص الشربات. شفتوش اسهل من كده؟ في تكة مهمة اوعي تقعي فيها منك ليها، لازم الزيت بتاعنا يكون سخن جدا ويعمل تش كده اللي هي تسمعوا التشة بتاعته. طبعا بنزل الرسبورة حبة حبة، ما بنزلهمش كلهم مع بعض.
وكل ما حبة يطلعوا انزلهم في الشربات، وهفضل سايباهم في الشربات حوالي نص ساعة. وبكده خلاص الرسبورة بتاعتنا خلصت. شايفين نفشت شوية، شكلها حلو جدا، طعمها تحفة. ممكن تزينيها بأي حاجة عندك مكسرات يا سلام على الطعامة، عندك حبة جوز هند وزبيب كده اوكي، اي حاجة من عندك ممكن تزينيها بيها. ممكن لو عندك كريم شانتيه ممكن تعمليها بكريم شانتيه. المرة الجاية بأمرك يا رب عايزة اعملها بالايس كريم، اجود بقى، أنا بحب اجود. تمام. وزي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي. خمسة وخميسة عليا، شاطرة انا، بسم الله ما شاء الله عليا. نفسي بس اللي عينيها بصة كده في حاجتي تبعد عينيها شوية عني، تبص لنفسها شوية، والنبي الله يرضى عليكم بصوا لنفسكم شوية، كفاية يعني بصكوا عليا خلاص. يلا هقول لكم سلام، باي باي.